سمعتوا عن هيدا الشخص اللي نام بجانب جثة حبيبته لمدة 7 سنوات في بيته وما حدا كشفه؟ هيدا الشخص اسمه كارل فون كوسيل ألماني، كان طبيب أشعة بأمريكا، وقع بحب المريضة اسمها إليانا، وللأسف إليانا ماتت سنة 1931. كارل هون جن جنونه وقت لما سمع انه هي البنت اللي هو بحبها ماتت. بعد تقريبا كم شهر هون كارل راح طلع جثة هي البنت من القبر، جابها على بيته، وهي جثة ضلت عنده لحد عام 1940. بهي المدة كان ينام بجانبها ويتحدث معها كأنه هي حية لمدة 7 سنوات. لكن بعد سنوات وتحديدا في عام 1940 احد جيران الكار كشفوه في شباك عم يرقص مع وحدة بتشبه تماما إليانا، لأنه هدول الجيران بيعرفوا إليانا وعائلة إليانا. فهون استغربوا انه هي بنت ميتة، شو جابها لهون؟ راحوا بلغوا اهلها، واهلها هن ساكنين بنفس المنطقة يعني. اهلها اول ما دخلوا على بيت كارل شافوا جثة بنتهم بداخل هيدا المنزل. هون عائلة استغربوا انه كيف تعمل هيك؟ احنا كنا نعرف انك تحب بنتنا، لكن ما توقعنا توصل لهي الدرجة. هون الشرطة حبسوا كارل لفترة قصيرة لانه وقتها ما كان في عقوبات قاسية من ناحية هيدا الموضوع. بس تقدروا تلاقوا هيدا الايموجي